يكرهوا كل شيء ويحبوا الرجا. الرجا جمهورها راس مالها. وديما خضرا. وهو واحد السلام عليكم يا احسن معش الجرات في هذا العالم هذا كامل. نتوما كيف راكم؟ مزيانين؟ الامور مزيانه؟ ايوا والله الا هذاك الشيء هو اللي بغيت. العد العكسي على ماتش نهائي ضد نهضه بركان، ماتش اللي ما كان كيتسناه حتى شي واحد، خصوصا مع الموسم الكارثي اللي دوزنا، ولكن الحمد لله حنايا غير دراوش. الفيديو ديال اليوم اللي جينا باش نديروه في فقره هاشتاغ قبل الماتش. هذه الفقره هذه غادي يعقلوا عليها غير الاساطير. ندوي شويه على الماتش مزيان وندخلوا ليه حتى في عظامه، ونرجعوا حتى للماضي شويه. وغدا اكيد موعدنا في فيديو ديال التشكيله ان شاء الله. فاكيد قبل ما غادي نبدا خدمتي انا جات نوبتك حتى انت باش تحرك معنا شويه. ديك لايك ودوك الكومونتير، ولا كنتي جديد سبسكرايب وزير لي ديك الصمته، وغتي يلا بينا نبداو. 48 ساعه على النهائي اللي كلشي كيتسناه وكلشي باغي يمشي يقصد الرباط. وهي عاوتاني يقول لي الرباط غادا ترجع بحال 2017، ولكن المشكل الوحيد اللي كاين واللي كيعانيو منه غير الجماهير الرجويه، وهو داك التيران ما غاديش يكفانا. يا ربي شي تيران يكون طرواطاج. اودي شوف تا واش غادي يهز الشعب الرجاوي ولا لا. ملعب مولاي عبد الله اللي كنتمنوا انه يكون فيه الخير علينا ويكمل داك الشيء كامل اللي دوز معنا، واخرها واللي هو الكاس العربيه اللي جبناها من تما كينا. فلما لا ان شاء الله يتجدد اللقاء مع كاس العرش بحال ما الا كتبت لينا. ما علينا نرجعوا للصح. راه ليا ديك بركان هنا نشوفوا بلانا كيفاش داير. نهضه بركان اللي غادي يكون خصم واقف قدامنا في التيران، والمهمه غادي تكون صعب من داكشي اللي كنتوقعوا، خصوصا ان بركان هي اللي دات اخر نسخه ديال هذا الكاس هذا على ظهر الوزه العام اللي فات، وطامعين باش انهم يدوا اللقب المره الثانيه على التوالي، وفي نفس الوقت انهم يعتقوا الموسم ديالهم، وفي نفس الوقت عاوتاني انهم يضمنوا مشاركه افريقيا. نهضه بركان المسار ديالهم النهائي غادي نقدروا نقولوا عليهم انه ما كانش صعيب بحال الرجاء، واللي دوزوا كل من خريبكا وشباب هواره والفتح الرباطي، وهما في موعد النهائي نهار السبت ان شاء الله. الرجاء يا الرجاء فريقنا الغالي اللي اول سلاح ديالو اللي هو الجمهور، واللي شوف بلا ما تسولني واش التيران غادي يعمر، وانما اللي خاصك تسول عليه وهو شحال ديال بنادم ما غاديش يقدر يدخل التيران. وخير مثال اخر لقب للفريق اللي كان في 2017، والصوره اللي تخات على الجماهير الرجويه كاكبر ديبلاسمون الرباط. ترى الرجاء هادي وهاد الفينال هذا والله واخا تديو العيون التيران غادي يدور جوج دورات. الرجاء واخر لقب اللي كان قبل 6 سنوات، هذه شي حاجه اللي كتضر في الخاطر صراحه، باش تشوف ان فرقتك غابت على كاس وطنيه اللي كتنظم كل عام، والفرقه ديالك كتشارك فيها كل عام وما تديرش 6 سنين. راه شخصيا انا كمشجع راني ما نقبلهاش، والحمد لله وهو انها كتبت لينا باش نلعبوا على هذا العام هذا حتى لاخر رمق. من بعد كاع هاد السنوات هادو اللي غبنا فيهم باش ما ديناش اللقب، كل مره كان كيفاش كيكون السقوط ديالنا، ولكن لا يهم الاهم حاليا وهو ما بعد السقوط، واللي هو الصراع على اللقب. الرجاء اللي كان المسار ديالها النهائي اصعب من كاع الفروق كون دازو، خصوصا داكشي اللي داز على الفرقه وحتى المواجهات اللي كانوا عندنا، لدرجه ان الرجاء ما استقبلات حتى شي ماتش داخل الملعب ديالها. جميع الماتشات كانوا خارج الميدان، بدايه من برشيد واكادير والمحمديه وحتى الوزه اللي هما اللي كانوا مدخلين، ولكن اللاعبين امنوا بنفسهم والجمهور وقف حتى لاخر لحظه، والاهم تحقق واللي هو النهائي. الرجاء من اجل انقاذ الموسم، بركان حتى هي من اجل انقاذ الموسم. الا كانت كتبان لك شي فرقه غادي تربح في هذا الماتش هذا راك غير كتخربق، حيتاش هذا راه فينال وصعيب توقع شي سيناريو غادي يطرى، لدرجه ان الماتش ممكن يتلعب اكثر من الوقت الاصلي ديالو ويوصل حتى الركلات الترجيح. اجي هل تعلم ان الرجاء وبركان في كاس العرش تقابلوا مره واحده في حياتهم، وكانت في 1972، والماتش سالب فوز الرجاء بالنتيجه ديال 6-1. ان شاء الله لما لا تعاود، ولكن حنا ما طالبين لا 6 لا 7، بارك عليهم غير داكشي اللي خداو في السنوات السابقه. حنا غدراوش وطالبين غير 1-0، وحبذا لو داروا معنا المزيان وماركاو حتى هما على راسهم بلا ما نضربوا تماره. بخصوص المواجهات المباشره بين الفريقين اللي شي حاجه عاديه، التفوق غادي يكون نسور، وهذه يمكن لك تطبق على جميع الفرق الوطنيه وفقا للاحصائيات، وهذا الشيء ما كنجيبوش من راسي. مع اقتراب الماتش الا وكيبداو يبانوا بزاف ديال الحوايج، خصوصا من عند الصفحات البركانيه اللي يلا تصاوبوا غير في هاد الاواخر هادو، وحتى هما اللي ولاو كيعتبرونا كغريم ديالهم، وحتى هما بغاو يبداو يتقارنوا معنا في الجمهور، وهما فاش كيستقبلونا في بركان كيبانوا هما اللي ضيوف وماشي حنا. باش نسدوا هاد الصراع هذا بين الجماهير البركانيه والرجويه اللي اصلا حشومه انه يكون، او دحشمو غير على قبل هذا الفيديو هذا اللي فاش ما كنتوش كتبانوا، كنا كنخليكم تغنوا بالاغاني ديالنا، ودابا فاش طلعتوا بديتوا كتبانوا شويه، بديتوا كتقارنوا معنا.
اودي هذا خيرنا داير خير ما يطرابيس. الفينال ديال نهار السبت كيف مدونا عليه سابقا انه غادي يكون في مركب مولاي عبد الله، من بعد ما كانت الهضره ان بزاف ديال الملاعب غادي يستقبلوا هذا الماتش، على سبيل المثال ملعب فاس وملعب طنجه، ولكن في الاخير كيرجعوا نيشان الرباط. وهذا الماتش هذا اللي حاليا هذه اللحظه اللي كنصور فيها باقي ما كاين حتى شي وقت رسمي غادي تلعب فيه، ولكن على ما يروج كيقولوا نفس الوقت اللي تلعب فيه الفينال العام اللي فات على ما اظن كانت لعب ماشي 6/7، يعني هذاك الشيء هو اللي غادي يكون. المهم باش نخليو الموعد الغدا ان شاء الله فيديو اللي غادي نديرو على التشكيله، وغادي نزيدو نكملوا في هذا الفيديو هذا وندويو على بزاف ديال النقاط، خصوصا نقاط القوه ديال الخصم، وندويو حتى على الغيابات اللي غادي يقدروا يكونوا في داك الماتش. غادي نساليو هذا الفيديو هذا هنا، ولكن قبل اي سؤال عندك بخصوص هذا الماتش هذا غتهبط غتحطه في الكومونتير ديال هذا الفيديو هذا، باش غدا ان شاء الله ندخلو في الفيديو ديالنا وندوزو حاجه بحاجه. المهم هنا غادي نكون وصلنا للاخر، وغادي نقول لكم هادشي اللي كاين. كتوصل الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنوا ان شاء الله غير الخير لهاد الفرقه. درتي لايك ودرتي كومونتير ودرتي سبسكرايب، فراه حاليا بقى لي غير نقول لك بيس.